لا هلا بجرب بدي بس في نور. طب نور رح تعطي. الصراحة أنا بشكر محمد سامي، ولازم كلكم تشكروه على الموهبتين اللي هو صنعهم، ريم سامي ومي عمر. لولا أستاذ محمد سامي كان الموهبتين دول أصلا مش موجودين على الساحة، بس هو يعني أصر الموهبتين دول تكون موجودين عشان الناس، يعني إيه، هدية، تكون هدية للناس، وتكون إيه فنهم عاجب الناس والكلام دوت زي ما إحنا شايفين. وأستاذة ريم سامي وأستاذة مي عمر الصراحة موهبتين، لولا هم عندهم موهبة، ولو هم أصلا مش موهبتين ما كانوش ظهروا الذوق اللي هم اللافت دلوقتي والناس كلها بتتكلم عليهم. الصراحة موهبتين جامدين جدا لازم ندعمهم. بس يا جدعان، باي باي، بحبكم، ميرسي قوي، باي باي، انا اسفه. لا ايوه حبيبي. مش عارف انت مستغرب على ايه، يعني واقف عامل لي ايدك كده؟ وايه يا جدعان اللي شايفينه ده؟ يا استاذ انت متجوز واحده ممثله اسمها اروى جوده، يعني متجوز واحده ممثله بتعمل لقاءات صحفيه، ما ت- ايه ما تبقاش يعني لطف وايه، كبر الجي وهو يديه عشان الدنيا تعدي معاك. دي استاذه ممثله، واستاذه ممثله جامده جدا زي ما احنا شايفين، يعني لازم ان هي تكبر الدماغ عندك، مش تقعد بقى عامل لها كده ومتضايق ومبوز والكلام ده. واستاذه انت احترمي برضه جوزك، يعني ما تقطعوش اكتر من كده، هو لقاء ولا لقاءين وتنجزي، مش لازم تعملي لقاء مع كل الصحفيين عشان تطلع ترند. مش عيب يا اسطى تبقى ملبسها ببيكيني وتخاف تنادي عليها باسمها على الشاطئ؟ الصراحة عندك حق، أقسم بالله أنا ببقى على الشط واحد ملبس يعني اللي معاه دي بكيني وكده، ويدخلها وكمان تخش لوحدها جوه الشط، وكمان يقول لها إيه، يا أم أحمد، إيه يا أم أحمد، يا عم أنت كمان، هو إيه النخوة اللي ظهرت عليك فجأة دي؟ مش كده يعني أنت خلاص سبتها بالبكيني بقى، ناديها باسمها بقى عادي بقى، الدنيا بقت إيزي إيزي في اللذيذ يعني، والدنيا عادي. إيه يا جدعان ده؟ حتى ولاد الوسخة بتوع زمان كانوا احسن مليون مرة من ولاد الوسخة بتوع النهاردة، تخيلوا. ايه يا جدعان اللي شايفينه ده؟ ايه يا جدعان اللي شايفينه ده؟ مش كده يا استاذ، يعني هدي نفسك وهدي اعضائك والكلام ده. ايه يا جدعان ده؟ ما ينفعش تروح فصل على النت والكلام ده. وكمان انت عندك حق وكل حاجه، عشان بس برضه ما تقولش عشان ايه ولاد الاهبل اللي انت بتقول عليهم دول ما ياخدوش احتياطاتهم ونسب عارفاهم، يعني عيني عينك. ايه يا عم ده؟ انت كده بتنبههم مش بتحذرهم يعني. الصراحة مستر ياستروب ده مدير فني عالمي، بينزل يضغط على أي فرقة، بيزنق أي فرقة زي ما عمل في الزمالك. وكمان البطولة دي أي مدير فني كان يجي معانا يقولك أنا مش هلعبها. شفت ياستروب بيجهز تبديلات ويجهز الدكة عشان يشوف اللي هينفع له بعد كده، وهي إيه اللي هيمشيه في يناير. أقسم بالله مدير فني عالمي، ما شفتش واحد زيه أقسم بالله. بعد إذن النسوان المعفنة، ممكن يا حبيبتي لما تروحي أي كافيه لما تدخلي الحمام، معلش، يعني هنتعبك، شدي سيفون ومش هيجرى حاجة. يا أستاذة أنا باكل يا أستاذة، مش كده يعني، مش ناقصة عفانة أنت، يعني كلميها ربنا خاص والكلام ده، مش على الملأ كده. تقول لا الصراحة عندها حق، الصراحة عندها حق. أنا بروح كافيه، يعني يكون واحدة طالعة من الكافيه من الحمام، يعني ما بيعرفلوش ما بيدوس على السافون يعني، والكافيه كله بيبقى ريحته بسم الله ما شاء الله، ريحته بص في البلالة، بيخلوني أسيب الكافيه وأروح على كافيه تاني. يا عم أنت وهي يا ستي.